صباح الفل أو مساء الفل أو سلام لكل المتابعين. بيقول لك الأهلي ناجح وأنتم مش قادرين تعملوا زي الأهلي. طب بص، أنا بس عايز يعني أصحح لك معلومة. في فرق بين مش قادرين ومش عايزين. يعني في واحد مثلا عايش حياته بالحج وبالعدل وبياكل بعرق جبينه، وقدامه طرق تاني شمال كتير والناس كلها بتتحايل عليه وبيسهلوها له. على فكرة يعني سهلة جدا، يقولوا تعالى بص الموضوع سهل وشغالين ومعانا فلوس والدنيا هي زي ما انت شايف ماشية زي الفل. هل هو هنا مش قادر ولا مش عايز؟ ما هو هنا في الحالة دي يبقى اسمه مش عايز. الراجل عايز يوكل ولاده بالحلال، مش عايز يدخل عليهم قرش شمال، لانه عارف القرش الشمال ده هيتسبب له في خراب بيته، سواء بعد يوم او يومين او شهر او سنة او سنتين او في اي وقت. ده ممكن يفضل الحرام شغال وهو مقتنع انه عدل وزي الفل لغاية لما ولاده دول يكبروا ويدفعوا هم التمن، او ولاد ولادهم يدفعوا التمن، وهو يبقى وقتها مش قادر يعمل اي شيء ولا يعمل اي حركة، وقاعد عاجز ونادم وحزين على ان هو السبب في اللي البلاوي بيشوفها في احفاده واولاده واحفاد احفاده كمان. فرق كبير بين كلمة مش عايز ومش قادر. ما تطلعش يا هبة تقول وتلسن وتضايق وتغيظ الناس اللي عايشة بالحلال ومش عايزة تسلك نفس طريقك اللي انت سالكه كأهلي بالشمال. الناس عايزة تشجع رياضة. الناس اللي بتشجع الأندية التانية كلها دونا عن الأهلي كلهم عايزين يشوفوا رياضة زي كل الأندية وكل الدوريات في كل العالم وكل المسابقات في كل القارات. مش عايزين يشوفوا ظلم، مش عايزين يشتركوا في الظلم، مش عايزين يقولوا للحكم خلينا نفوز. ده لما بيغلط الحكم مرة معانا في بطولة ولا في مباراة ما بنفرحش بيها زي ما انتوا بتعملوا كده. ما بنفرحش لما هدف كده ولا بتاع الحكم يعملوا بالخطأ او يحسبوا بالخطأ ويكون هدف غير شرعي للزمالك. والله احنا ما بنقبل لما تيجي ضربة جزاء كده ونقول يا ريت ما تتحسب، لانها مش ضربة جزاء، لان احنا شايفين ان هي ما تستحقش تبقى مع انها مسألة تقديرية كمان. يعني الحكم يحسبها وما يحسبهاش دي مسألة تقديرية، لكن لو مثلا ضربة جزاء ما تستحقش اساسا تبقى ضربة جزاء واتحسبت بالغلط، والله احنا بنقول يا رب تضيع احنا كجمهور زمالك. لكن انت كجمهور اهلي تفرح